نبدأ الأول بالتمثيلين. التمثيلين بيحتوي على مادة فعالة واحدة اسمها تمثيلوسين، والمادة دي بتشتغل عن طريق تثبيط أو تقليل شغل الألفا 1 أدرينرجيك ريسبتورز أو مستقبلات الألفا 1. والمستقبلات دي بتكون موجودة في عضلات البروستاتا وعنق المثانة، ونتيجة التقليل ده بيقلل من انقباض العضلات الملساء في البروستاتا وعنق المثانة، وبيؤدي لتحسين تدفق البول وتخفيف أعراض زي صعوبة التبول، ضعف تدفق البول، وكثرة التبول الليلي. طيب يا دكتور، إيه نوع استعمال التمثيلين أو بنوصفه لمين؟ أول حاجة بنوصفه لعلاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد، يعني لو عندك تضخم في البروستاتا وده مسبب لك مشاكل زي صعوبة التبول أو ضعف تدفق البول، فالتمثيلين بيساعدك في تخفيف الأعراض دي. كمان علاج صعوبة تدفق البول عند الرجالة، لو بتعاني من مشكلة في خروج البول بشكل طبيعي أو بتحس إنك مش قادر تفضي المثانة كويس، فالتمثيلين بيساعد على تسهيل عملية التبول. كمان إرخاء عضلات المثانة والبروستاتا، الدواء ده بيشتغل على إرخاء العضلات اللي حوالين المثانة والبروستاتا، وده بيقلل من الألم والضغط اللي ممكن تحسه أثناء التبول. أحيانا بيتاخد لعلاج حصوات الكلى، في بعض الحالات الدكتور ممكن يوصفه لتسهيل خروج حصوات الكلى مع البول، لأنه بيساعد في توسيع مجرى البول. طيب يا دكتور، إيه الأعراض الجانبية لكبسولات التمثيلين؟ التمثيلين ممكن يسبب شوية أعراض جانبية زي النعاس، يعني ممكن تحس إنك عايز تنام كتير أو مش مركز كويس. وعلى النقيض ممكن تلاقي ناس عندها صعوبة في الدخول في النوم أو تفضل صاحي كتير بالليل. كمان الشعور بالضعف، تحس إن جسمك مرهق أو تعبان من غير سبب واضح. برضه آلام في الظهر، وجع في الظهر ممكن يكون خفيف أو متوسط. كمان بعض الحالات تشتكي من إسهال أو حركة الأمعاء عندها سريعة. كمان انسداد أو سيلان في الأنف، تحس إن مناخيرك مسدودة أو عندك رشح مستمر. وبرضه ألم وضغط في الوش زي وجع في الجيوب الأنفية أو إحساس بضغط في منطقة الجبهة أو حوالين العين. وممكن يسبب التهاب في الحلق والسعال، وجع في الزور مع كحة، ممكن يكون معاهم سخونية أو قشعريرة كعلامة على وجود عدوى. وبرضه ممكن يسبب عدم وضوح الرؤية، ممكن تحس إن نظرك مش واضح أو في زغللة. وبرضه ممكن يسبب مشاكل في القذف زي قلة كمية السائل المنوي أو حتى انعدامه أثناء القذف، وده تأثير شائع مع التنسولين لكنه مش خطير. فلو حصلت أي حاجة من الأعراض دي بشكل شديد أو مزعج، لازم تروح للدكتور فورا. الأعراض دي مش بتحصل لكل الناس، وفي ناس كتيرة ممكن ياخدوا الدواء من غير أي مشاكل عادي. مهم جدا إنك ما توقفش الدواء من نفسك واستشير الدكتور لو حاسس بأي مشكلة. طيب يا دكتور، إيه هي موانع استعمال التنسولين أو مين الناس اللي ما ينفعش تستخدمه؟ أول حاجة، في حالة الحساسية المفرطة للمادة الفعالة، فممنوع استخدامه لو عندك حساسية تجاه التمثيلوسين أو أي مكون من مكونات الدواء. وأعراض الحساسية بتشمل طفح جلدي، حكة، تورم في الوجه أو الحلق، وصعوبة في التنفس. كمان ممنوع على مرضى الكلى والكبد، استخدامه بيكون خطير لأن الجسم مش هيقدر يتخلص من الدواء بشكل صحيح. وفي بعض الحالات الخفيفة أو المتوسطة ممكن يستخدم، ولكن تحت الإشراف الطبي. كمان ممكن يسبب حالة الأورثوستاتيك هايبوتنشن أو انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وده بيحصل لما بتحس بدوخة أو دوار لما تقوم فجأة. استخدام التبسوليسين ممكن يزود المشكلة لأنه بيسبب ارتخاء في الأوعية الدموية، وده ممكن يؤدي لإغماء في بعض الحالات. كمان ممنوع على المرضى اللي هيعملوا جراحة في العين، ودول لازم يبلغوا الطبيب المعالج قبل العملية، لأن التمثيلوسين ممكن يسبب حاجة اسمها انترا اوبراتيف فلوبي ايرس سندروم، ودي ممكن تخلي العملية أصعب شوية، لكن لو الدكتور عارف هيقدر يتعامل مع الوضع. كمان ممنوع على الأشخاص أقل من 18 سنة. الدواء مش آمن للأطفال والمراهقين أقل من 18 سنة، لأنه مخصص لعلاج مشاكل البروستاتا اللي مش بتظهر عند الفئات العمرية دي. طيب إيه هي الجرعة المعتادة من التمثيلين؟ أو نستخدمه إزاي؟ الجرعة بتكون كبسولة واحدة مرة واحدة يوميا، وممكن تزيد على حسب الحالة. وتمثيلوسين بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 124 جنيه للعلبة، وهتلاقي ليه بدائل كتيرة بنفس المواد الفعالة زي البلوك ألفا ومينيكوكيز، تامسول، تامسونورم، والكيور برو إكس آر. واللي يمشي على التمثيلين يمشي عليهم.